20 عاما منذ أن هاجر كمال الودغيري إلى الولايات المتحدة لدراسة الاتصالات الفضائية. تفوقه في مجال تخصصه مكنه من الدخول إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. هناك صنع لاسمه مجدا في عالم استكشاف الفضاء الخارجي. ساهم في إطلاق مركبة سافيني، وكان أحد المسؤولين على إطلاق الرجلين الآليين سبيريت وأوبورتونيتي إلى سطح المريخ. وقبل عامين أصبح من بين المشرفين على مشروع إسكان الإنسان في القمر. اليوم يعود إلى المغرب بلده الأصلي رفقة رواد فضاء أمريكيين ليسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى هؤلاء الصغار. السر هو في البحث العلمي. لو كانت الظروف التي تتوفر في الجامعات ديال الدول المتقدمة تعطى وتوفر للتلاميذ والطلاب في الجامعات العربية، لو كان العطاء أكثر. كمال الودغيري ليس وحده، وإن كان يقدم المثال الأبرز لعشرات الآلاف من الكفاءات التي هاجرت بعدما لم تجد في بلدها ما يسع طموحاتها. ومحاولات جل هؤلاء في العودة إلى بلدهم باءت بالفشل بعدما اكتشفوا أن الشروط لم تنضج بعد، فاكتفوا بالتحول إلى مصدر للعملة الصعبة وأحيانا إلى المساعدة في نقل الخبرة. هناك تحويلات مالية فهي مهمة كذلك، ولكن هناك في هذه العصر فنحن نحتاج للمعرفة والتكنولوجيا، فنقلة هذه الخبرة مهمة جدا للمغرب من أجل التقدم وكذلك من أجل التنافس مع الدول الأخرى. لعل هذا ما ينسجم مع الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من المهاجرين حيث هم. في هذا اللقاء جمعت وزارة الهجرة مئات الكفاءات المغربية في ألمانيا لدراسة سبل الاستفادة من خبرتها. ماشي بالضرورة أن المغربي الموجود في ألمانيا أو في فرنسا أو في أمريكا يرجع للبلد من أجل المساهمة. احنا الآن بصدد تأسيس منهجية جديدة تجعل هذه الكفاءات تساهم في أوراش التنمية من المواقع ومن البلدان التي توجد فيها. في بلد